واللي بيسأل بيعرف يوصل. طيب، واللي بيسأل لازم ياخد جواب. بزنس. بيزنس؟ كله بزنس. زرع الشر والمرض للناس تحت الأرض بيزنس؟ الحكم عليهم بالموت قبل ما يعيشوا بتسميه بيزنس يا مهدي؟ للأرض وللناس اللي بتحكي عنهم إلهم قيمة. أراضي واسعة، 3/4 صحاري، ناس بتموت بسبب وبدون سبب، من الفقر، من المرض، من الجوع، من التعذيب. بقى وين الغلط طالما هن ميتين؟ عشان انت واللي زيك عايزينهم كده. وانت ما كنت واحد منا؟ ما سألت حالك الجهاز اللي كنت شغال فيه بيصرف من وين؟ الأسلحة، العمليات، المعدات كلها مين بيدفع حقها؟ الأرض اللي عم تحكي عنها كانت بتنزرع، كانت سلة غذاء العالم كله. اليوم صارت التراب ما له قيمة، بس نحن عم نحول هالتراب لذهب، لرصيد مفتوح بنصرف منه على الأجهزة الأمنية. شر بيمول شر. أرض بتتزرع قمح عشان تطرح سرطان. هي شعوب وافقت على الذل من زمان وخرست. ما حدا طلب منك انك تعمل محامي عنا. طول عمرك عايش تحت الارض ومسموح ابدا تطلع فوقها. طول عمري كنت بسمع عنك ان انت عامل زي اللغم بتدمر اي حد، بس دلوقتي خلاص انتهيت وجيت تحت رجلي. لازم افضل دايس عليك لحد ما تخلص بدل ما تنفجر في وشي. زين، ايه اللي حصل؟ ليلى أشرف الكلاب رموها من بير السلم. ايه؟ ازاي؟ اتكلمنا في التليفون، قالت لي ان في حد مراقبها وخايفه. رحت لقيتهم عاملين لي كمين. طب وهي حالتها ايه دلوقتي؟ الدكتور لسه خارج من عندها وطمني. مين اللي عملوا كده؟ دي رساله واضحه يا اشرف وصريحه، عشان عدينا الخط الاحمر وقربنا فعملوا معانا كده. خط احمر لمين بالظبط؟ ثروت زيتون. ليلى راحت هددته بانها عرفت كل حاجه ليها علاقه بقتل النصر. معاك سجاير؟ وبعدين؟ رمضان السفرج انتحر في زنزانته زي ما بيقولوا، رغم اني متاكد انه اتقتل برضه. يعني هو اللي عمل فيكم كده؟ يا ابن الكلب. معلش يا زين، كل حاجه هتتظبط ولمصلحتنا. ده التعويض الوحيد اللي ممكن نقبل بيه يا اشرف، غير كده نبقى اتكسرنا كلنا. ده عنوان الدكتوره حنان الجوهري اللي ليلى شافتها عند رضا، ورمضان السفراجي برضه قال لي عنها. تمام. ليلى جابت عنوانها من امن الجريمه. اشرف لازم تروح لها وتسمع كل اللي عندها. الحكايه ما بقتش اختفاء رضا لوحده. لو ما اتحركناش باقصى سرعه يا اشرف هنختفي كلنا. ماشي. الحكايه دي يا علي باشا حكايه صعبه مش سهله. ما تاخذنيش، يعني محتاجه شويه وقت. ما تلفش وتدور عليا يا سيدنا الشيخ. أنا سألت في المعامل بتاعتك من وراك وعرفت إن الناس شغالة تمام. الكمية الأخرانية اللي جات لك قليلة بس شغالين يا نور. بص يا علي باشا، البضاعة دي طلع لأصحابنا في الجبل وسينا وتحت عينين الناس اللي فوق. ما تاخذنيش، يعني المعلومة اللي عندي إن سعادتك في أجازة ومفتوحة كمان، صح؟ صح يا نور. طيب ساعتها بقى ما ترضليش الأذية لما سامي زلط يعرف إن أنا اديتك البضاعة دي. شوف يا نوح، أنا هستلمهم منك
بيع وشراء، والجهاز ملوش دعوه بالكلام ده كله. موزع يعني؟ بالظبط كده. ايوه بس ساعتك عارف ان انا طول عمري بنقل وبوزع، وما سبقليش ان انا غيرت الحكايه دي. غيرها يا نوح، غيرها، واللي هتطلبه هتاخده. ماشي يا علي باشا، ماشي. سيد جمال، اتأخرت ليه؟ انا بعتذر بس الجهاز نفسه كان معمول له باسورد كتير صعب، وكل الفولدرز اللي جوا كمان. والمهندس قدر يفتحه؟ مشان هيك اتاخرت. شوف شو رأيك؟ ده تنوير. ايه، وشخصيات عربية وأوروبية من المجر، من روسيا ومن بولندا، وحسابات بنكية وتحويلات إلى بنوك أوروبية وعربية. يبقى ده السيف بقى اللي حطه المهدي على رقبة الكل. شوف الخرايط هون، هيدي ما بنعرف لشو، وهون تدمر بسوريا. طب يعني ايه الكلام ده؟ هيدا بيعني انه إلهم علاقة بدفن النفايات. ده اكيد. عناوين ايميلز كتيرة بيغيروها من وقت للتاني للأمان. القايمة دي اللي فيها كل الناس المتورطة في الشبكة. بس المشكلة انه مش محدد دور ونشاط كل شخص بهالشبكة. ولا يهمك، هذا كله رح نوصل له. إذا ربطنا بين التواريخ والمعلومات والعمولات كله بيصير هين. ان شاء الله. لا يا عم علي المير مين وبتاع مين؟ لا طبعا ما اديتلوش حاجه، انا كنت بس كده بجريه في الكلام. انت برضه على فكره المفروض تعمل كده لو اتصل بيك او حب يقابلك. يا عم الحكايه مش ناقصه شبهه. لا ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب سلام يلا. الحمد لله على السلامة يا ست العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجة، ومش بس كده، لا دي قعدت وشربت الشاي كمان. مش كده؟ هم قالوا لك؟ وحتى لو يا نوح يا حبيبي، ايه المشكلة ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجة زي دي؟ أنا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. واتقي شري، لأني ممكن في ثانية أفرع في وشك. جرى يا نوح؟ هو بورجازو هيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ اللي يضايقني إن حريم نوح السباعي يخطوا خطوة بره البيت من غير إذنه، بالذات لما تبقى الخطوة دي خاصة بشغله أو رأس ماله. الله، طب ما هو رأس مالي أنا كمان. لا انتي فاهمة غلط. انتي حيالله ليكي حصة قد كده، هديها لك هي وارباحها لما الحكاية تمشي. مزاجي أنا. يعني إيه بمزاجك؟ انتي ناسية إن الفلوس فلوسي ولا إيه؟ بس إحنا في بينا ورق بيقول ورق؟ ورق يا مراد، دي حاجة بينا وبين بعض، حب يعني كلام كده بالراجل ومراته. انما الناس الكبار اللي انا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش. يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صح. انت ست غاوية تنطيط ومنظرة، وفي اول لحظة فردتي قلوبك ورحتي تسألي ليه وازاي. والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى لا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات، انتي واقفة عليها بالخسارة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نوح؟ الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعي لو رجلك هوبت هناك تاني. انا اهم حاجة عندي يا فريال السمع والطاعة، فاهمة؟ اسمع كلمة حاضر